معاكم لميس الحسيني من ريفيوزات.com. حضرتك اهلا وسهلا. مروان شريف، مدير عام شمال افريقيا لشركه اتش ام دي جلوبال. احمد ابو عوف، كانتري ليد اتش ام دي جلوبال لمصر. اهلا بحضرتك. طبعا الناس كلها متحمسه ان نوكيا رجعت تاني مصر. دي الفانز بتوع نوكيا، يعني مش عايزه احكي لكم عاملين ايه. بس طبعا كله عنده استفسارات بخصوص الاسعار. طبعا اول حاجه التوكيل، الصيانه، قطع الغيار والاكسسوارات، الاسئله العامه اللي هي بتشغل بال اي حد بيفكر يشتري تليفون جديد وكده. اول حاجه نقطه مهمه جدا ان نوكيا كعلامه عمرها ما سابت مصر. احنا قبل ما نعلن عن الاجهزه الجديده اللي احنا اعلنا عليها كنا بنبيع اصلا، يعني في اجهزه كتيره. نوكيا 105 فيتشر فون، يعني تليفونات بالزراير، 105 ال 130 ال 150 يعني. بس اعلنا في برشلونه والنهارده في مصر على اجهزه جديده، ال 3810 الجديد والسمارت فونز نوكيا 3 نوكيا 5 والنوكيا 6. وزي ما انتم شايفين اجهزه لما بنبص على المواصفات بتاعها وبنقارنها مع اللي موجود في السوق، يعني جايه بمواصفات عاليه جدا وبتكنولوجيا غالبا بنلاقيها في البريميوم، يعني في الهاي اند، يعني بنلاقيها في تليفونات باسعار 500 600 700 دولار. جايه باسعار مناسبه جدا في السوق، يعني بنتكلم 3310 ده السعر اللي بتباع بيه في السوق. والسمارت فونز الجديده نوكيا 3 هيكون حوالي 2500 جنيه، يعني شويه زياده شويه نقص تقريبا. والنوكيا 5 في حوالي 3500 جنيه، والنوكيا 6 حوالي 4500 جنيه ان شاء الله. بالنسبه بقى للاكسسوارز والصيانه والتوكيل الحاجات دي، التوزيع زي ما اعلنا، التوزيع هيكون حصريا عن طريق شركه رايا. زي ما قلنا عايز نوكيا يروح لرايا. وكمان احنا كان عندنا شراكه قديمه جدا مع شركه رايا كمان في الصيانه. يعني رايا عندها شركه رايا كير، يعني للصيانه، وهي كمان اللي قايمه بالصيانه للاجهزه نوكيا حاليا، وهي اللي هتقوم بالصيانه للاجهزه النوكيا اللي هتيجي ان شاء الله. وهيكون في كمان اكسسوارز هتيجي مع الاجهزه هتكمل العرض. كان عندي بقى اسئله بالنسبه ديفايسز فلاج شيب. هل متوقع مثلا ان انتوا تنزلوا فلاج شيب قريب؟ ولو هتنزلوا هينزل مصر في قد ايه؟ عشان في ليكس ورومرز وحاجات كتير اونلاين بخصوص نوكيا 9 واسامي كده، ممكن تقول لنا؟ نوكيا يعني احنا طموحنا احنا نجيب اجهزه بتلبي طلبات كل الناس، مش بس الناس اللي عندها امكانيات، بس كل الناس. اوكي. احنا اعلنا على 3 اجهزه في السمارت فونز، 3 وال5 وال6، واكيد ان شاء الله في الفيوتشر هيكون في اجهزه ممكن اعلى ممكن اقل شويه. بس اللي احنا اعلنا عليه دلوقتي ال3 وال5 وال6. So stay tuned for the future ان شاء الله. خليني برضو عايز ازود نقطه او اوضح نقطه، ان شركه رايا الوكيل بتاعنا، احنا ليه رايا بالاخص؟ رايا زي ما مروان تفضل وقال ان رايا عندها كير سنترز بتقدر تغطي، وطبعا عندها رايا ريتيل موجودين في السوق. رايا عندها انتشار واسع جدا للمحلات، بتقدر تغطي السوق المصري كله، كل محلات مصر في عدد محلات كبير في كل محافظات مصر، فهي ازاي تقدر توصل لها بصوره سريعه. فعشان كده ده من اختياراتنا لشركه رايا. وبرضو اضيف على حته النوكيا 3 والارقام اللي عاملها، خلينا اتكلم شويه على السمارت فونز. يمكن النوكيا 3 النوكيا دبل 310 او ال 3310 نزل وعمل ارقام كويسه في الاول، لكن النوكيا 3 هو ان شاء الله في شهر 7 هيكون موجود. بس ممكن نقول ان احنا شايفين دلوقتي حجم الطلب ان من الشركات والبارتنرز بتوعنا اللي بيجهزوا عشان التليفون ينتشر، واقدر اقول ان من اللي انا شايفه انا مطمن جدا ان التليفون هيعمل ارقام ممتازه في مصر ان شاء الله. سؤال اخير، ايه توقعاتكم مثلا يعني حاطين ايه الاكسبكتيشنز لحجم السوق اللي انتم ممكن تقدروا توصلوا عليه؟ ايه الاستراتيجي بتاعتكم؟ لان دلوقتي الماركت بقى فيري كومبيتيتيف، مع الاسعار عماله تزيد والناس مش بتشتري زي الاول، او على الاقل مش بتشتري جديد كمان زي الاول. بكل الصراحه احنا مش حاطين اهداف بارقام. احنا اهم هدف عندنا ان احنا نلبي طلبيات الناس واحتياجات الناس. اول حاجه طلعنا في الصين، واحنا بنعيش نفس القصه. ده كان في اول السنه، في اول شهر 1 ده كان اول قصه للتليفونات الجديده دي، كانت طلعت في الصين. واحنا بنعيش دلوقتي نفس القصه في مصر، وشايفين الاقبال الجديد على 3310 ونازل للسوق لسه من اسبوعين، وعليه اقبال كبير جدا.
وبكل صراحه وبكل طبعا مش عارفين نلحق الديماند، يعني الديماند اكبر بكتير من اللي احنا جبناه يعني كبضاعه وكسبلاي انيشلي. المهم عندنا ان التليفونات عندنا بمواصفاتها تكون بتناسب احتياجات الناس، وتكون باسعار مناسبه، وتكون يعني بتحل مشاكل الناس. ده اهم حاجه. الارقام بتيجي من بعد، الريزلتس بتيجي من بعد، بس اهم حاجه نكون عاملين الشغل الصح وشغل مظبوط بالنسبه للناس. شكرا جدا على وقتكم. شكرا ليك. شكرا.